السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معلش طولت عليكم وقلت بقى ايه، اخد كده يعني الويك اند بتاعي واظبط نفسي كده عشان خاطر ندخل على العام الدراسي الجديد كده واحنا بباور كده ومليانين حيوية. وزي ما انتوا شايفين احنا رحنا مطروح، زي ما بيقولك مطروح الروح. فعلا مالديف مصر احسن مصيف ممكن انت تطلعه بجد، هو مطروح. فيلا بينا نشوف الجولات بتاعتنا. ولو انت اول مرة تروح مطروح يلا بينا نشوف الاماكن الحلوة قوي ان انت ممكن تروحها. الفيديو ده ينفعك جدا جدا. يا ريت بقى متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، متنسوش تصلوا على النبي. ويلا بينا نبدأ الجولات بتاعتنا. انا دلوقتي صورتي اللي انا صوراها دي من قدام، ده الفيو بتاع الشقة بتاعتنا على طول قدام البحر. كان شاطئ الفيروز. اول ما روحنا كده قلعنا هدومنا وروقنا كده وحطينا حاجاتنا كده في الدواليب وبدأنا على طول نفطر. فطرنا ايه هناك؟ الفطير المشلتت مفيش اكتر منه. فلقينا فطير مشلتت جميل سلام كده، للباشا رحنا بدأنا الكبير. نفطر فطير مشلتت ومش وجبنة قديمة وعسل وجبنة فسخنا قريش الزيت كويس. ايوه دخل الزيت. ايوه، وبعد كده بقى ودينا الله ينور. قطع صغيره. ايوه الله ينور عليك. طبعا الراجل ايوه، ياسر جلال نعمل ايه رز الصياديه جميل. مية مية حبايبي مية مية. بيبقوا أفريزف كده لا جاهزي كل جاهزي ده بقى مش الملح الوقت كله. والبصمة. فهو بقى اللي بيطبخ لنا رز صيادية ونعمل بقى شوية سمك كده بصوا جامدين من الآخر. المصري يبقى لازم عايز سمك. بيورينا بقى طريقة الرز الصيادية، بس كمان بيبقى عمل البصرية حمرها جامد قوي قوي قوي. وانا دابت كمان خالص. حاطه لي خلطة طماطم وشوية السكر بقى بيدوها ايه بس. التغذية بتاعت السمك. وتعالوا نشوف بقى معايا كمان ازاي. ما تنسوش تحطوا التغذية على الكاتشب، بتديها طعم حلو قوي. بس بقى عشان نديله التسكيرة المظبوطة. بعمل السمكة عادي خالص وبحط عليها التغذية دي من فوق وبديها وش كده. المصيف حلاوته انه يكون مع ناس بتحبه. اي ناس بتحبهم ان شاء الله لو قعدت معاهم على السلم كده بيروقوا لك مزاجك. دي بقى صور بقى ايه، عشان خاطر الشكل ده مودي مدة بس صورنا بقى كام صورة كده قبل ما ننزل البحر. زي ما انتوا شايفين المية تحفة جدا، واللوكيشن بتاع التصوير هناك خطير بجد. كان يعني يومين تحفة الحمد لله. وان شاء الله ربنا يجعل مصايفكم كده مصايف سعيدة، والويك اند بتاعكم يكون كويس وحلو. خلاص احنا حضرنا الغدا ونزلنا، رجعنا جعانين طبعا جدا. فبالتالي لازم تتحضر الغدا بتاعك الاول قبل ما تنزلي علشان خاطر ما تتدربكيش. كنا بقى عملنا مسقعة ورز ابيض كمان جنب الرز الصيادية. شايفين بقى شكل الرز الصيادية وجماله. قولي باي باي. ينفع كده معلش؟ رجلي. في واحد رد تاني ايه؟ ليه؟ بومبس بومبس يلا ايه؟ رول ده اسمه بومبس. بومباستيك اللي بيقول ايه؟ بومباستيك بالبيت. بومباستيك زي ما انتوا شايفين كده، ورز بلبن بالمكسرات والمانجا كده بقى مؤمن. رز بلبن
مكسرات ومانجا. والمانجا ماشي. ده ايه ده؟ وده ام علي مكسرات بالنسبه. ثم علي. دي ام علي. ام علي يا ماما. القشطة والمكسرات والمانجا وكله على بعضه. بس كانت حاجة قنبلة كده خطيرة خطيرة بجد. حتة القشطة دي كان ليها طعم تاني خالص. وجبنا بقى للأطفال كده ايه، آيس كريم كده بالصوص نوتيلا وصوص اللوتس. وده زي ما انتوا شايفين بجد كانت حاجاته خطيرة جدا. ويلا بينا نشوف رحنا فين كمان. دلوقتي بقى 330 رحنا جرام مكان يعني ازيد من ربع شويه صح؟ جدعان حلو عامل قوي 85 المقطع اللي هو 85 دوقنا فيه ده مربى المربى كركديه، دي حاجه مربى بلح بصي حلوه جدا، ومربى عنب ومربى بلح، ومربى واحلى حاجه المربى عناب كان تحفه. ومربى زيتون. مكان تحفه والاسعار فيه حلوه جدا جدا يعني، دوقنا كده مش حاجه سياحه خالص. في برضه حظاظات ده اهي. للأسف ايه ده منى، ايه دي منى اللي في ايدك دي، منى انت اللي في ايدك دي، ايه اللي في ايدك دي؟ هوايه. لا تحفه حلوه جدا الحظاظات. بص بقى الحاجات تحفة يا جماعة. وده بقى ملح صخري الباجز يسحب الطاقه هناك السلبيه اهو، معمولة زي ما شايفين فيها اشكال كتير. كلها ايوه الملح الصخري اللي بيعمل كده ريلاكسيشن دي بصه بقى بتسقي ده، بصه بقى لبس بداوي ده بقى ولا ايه صح؟ ناس جدعان حلوة أوي، وريني قوي. بس. الراجل الطيب بصي. ده اسمه جامد الطيب، هو عليك. اصلا اسمه حلوة على أوي أوي. مسمى. وفي حاجات تانية كتير بقى، ده ايه ده، عبارة عن ايه ده؟ في الازياء المحطوطه هناك بتاعه التورست. الله بص جميل بقى جدا. كده صراحة بصيلي غير لنا مودنا خالص. لبسنا بقى بداوي كده واخدنا لنا كام صورة. راجل محترم جدا. أسعاره تحفة جدا. الشنط عنده هناك من 20 و25 و30. أسعاره حلوة جدا. صورنا الصور دي كلها ببلاش. يعني بجد أهل الكرم وأهل الذوق. هحط لكم الحاجة يعني لو انتوا كده عايزين تجيبوا هدايا تذكارية كده لأي حد ما راحش من قرايبكم. هحط لكم الرقم بتاعه والعنوان بالتفصيل في الديسكريبشن تحت الفيديو. زي ما انتوا شايفين لبسنا بقى الازياء ديت وصورنا براحتنا وضحك معانا ودوقنا المربى ديت وكمان العسل النحل بالمكسرات واللوز. وعنده حاجات تحفة جدا جدا. هنا جوز اختي كان بيحرك امعائه شوية. كنا دلوقتي بقى رحنا الملاهي وكلنا بقى صورنا مع بعض كده صورة جماعية حلوة قوي. مودي مد حباب خالته مش قادرة اسيبه خالص. الحمد سبسكرايب حبايب قلبي. هنا بقى الملاهي هناك كانت حاجة جميلة جدا. خلاف العجمي خالص، خلاف اسكندرية خالص. الملاهي شبه ملاهي المعمورة وكده بس كمان على أحسن. عجبتنا جدا جدا جدا. وادي بيت الرعب اهو. انتظرونا في الفيديو الجاي في ضرب نار. استنوني في لايك وشير وسبسكرايب بقى. مستنياكم في لايك وشير وسبسكرايب. واستنوني في الفيديو الجاي. بحبكم جدا جدا جدا. ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر افيدكم في الفيديو الجاي واللي وراه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي نستمتع مع اقوى استعراضات للفرش.